السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواتي ومتابعيني الغاليين في كل مكان في كافة أنحاء الأرض، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في مصر أم الدنيا. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، شرفتوني ونورتوني. وجودكم على راسي من فوق، سواء بتتابعوني على اليوتيوب أو الفيسبوك. كلكم أخواتي وكلنا في الصفحة أصدقاء وإخوات، وبنتفاعل مع بعض عن طريق التعليقات، وبنتعرف على بعض عن طريق التعليقات. فما تحرمونيش بقى من التعليق ومن اللايك للفيديو. جزاكم الله الجنة يا رب ونعيمها، تسلم ايدك على اللايك. تعالوا بقى بعد ما حطيتولي اللايك كده والتعليق القمر اللي بيعبر عن ذوقكم وطيبة قلبكم، تعليقكم الحلو اللي بصوا، عايزه اقول لكم تعليقاتكم كلها بقراها وبفرح بيها جدا، ودعواتكم الحلوه ليا. ربنا كده يفرج كربكم جميعا يا رب، ولعل وعسى كده دعوة حد فيكم تكون مستجابة. فاكثروا الدعاء ليا يا بنات بتفرجة الكرب، وادعوا لي كتير قوي، ربنا كده يرد لي زوجي على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين عن قريب، يرجع لبيته ويرجع لولاده، اللهم امين يا رب. تعالوا يلا نبدأ الفيديو يا حلوين. واول حاجة طبعا هنعملها، هندخل نعمل فنجان القهوة اللي في التمام. طبعا في معايا اخوات كتير قوي مش بيحبوا القهوة، فمش كلنا بنحب القهوة يا جماعة. انا عن نفسي ما كنتش بشربها اصلا، انا ما شربتش القهوة الا لما بصوا بعد سن ال30. بعد سن ال30 فعلا انا بدأت اشرب القهوة، انما قبل كده ما كنتش بشربها خالص. مش عارفة بقى هو احنا لما بنكبر بنحب القهوة ولا لأ، مش عارفة. بس بجد انا دلوقتي ما عدتش بقدر استغنى عنها خالص في يوم. القهوة دي يعني عايزة اقول لكم هي مزاج و... وبصوا راحة للأعصاب كده، وراحة للنفسية واستجمام. فأنا لما بحب ارتاح وأعصابي تهدى بشرب قهوة. شربت فنجان القهوة بتاعي، وطبعا كنا الصبح بدري صحيت مروان ورحت وديته المدرسة، وانا راجعة كده الدنيا مطرت علينا. ربنا كده يا رب يجعله مطر خير على الناس أجمعين يا رب، وينزل بردا كده على أهل فلسطين، وينصرهم ويثبتهم ويأيدهم، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتهم يا رب، اللهم أيدهم وانصرهم يا رب على عدو الدين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وروحت البيت بقى، وطبعا هنبدأ كده شغل بيتنا بدري بدري. ما هو البركة في البكور يا ولاد، زي ما أمي كانت بتقول شغلة البدرية منسية. يعني كل ما عملتي شغل بيتك بدري بدري، كل ما أنجزتي وخلصتي كل حاجة بدري بدري، وبقيت اليوم بقيتي فاضية ورايقة، وعايزة تخرجي، عايزة تروحي مشوار، تشتري أغراض. عندك وقت فاضي جدا، وبيتك نظيف وبيتك مرتب طبعا لأنك بدأتي يومك من بدري. فحاولوا ان انتوا كده تبدأوا اليوم من البكور، من بعد صلاة الفجر. عايزين بقى تناموا شوية كده في يومكم، يبقى بعد العصر كده تنامي بقى وانتي رايقة وانتي مخلصة كل اللي وراكي. اول حاجه كنت عايزه انضف الاوضه دي، علشان الغرفه دي يا جماعه هي قعدتنا طول اليوم، ولعب الولاد وهرس الولاد في الاوضه دي. بعد ما بيجوا من المدرسه كده والدروس بيقعدوا في المكان ده. فدخلت عليه كده وقلت اديله تنظيفه عميقه، فتحت الكاميرا بتاعتي وقلت اما اشارك اخواتي واصدقائي واخليهم كمان يقوموا يتشجعوا من الفيديو ده. يلا قومي بقى كده على الريسبشن بتاعك، وقومي يلا لو عندك انتريه او كنب او ركنه ايا كان، قومي يلا شيلي كل حاجه من مكانها، وقومي يلا ابدأي كده ونضفي معايا. هنشيل بقى اللي دخلت على الاوضه كده. قلت انا ما يعني كل يوم بكنس كده من بره بره كده ومن جوه يعلم الله، لا ده انا النهارده بقى هتشطر كده وهشيل الكنب وكل حاجه من مكانها. بدأت بقى كده اول حاجه اشيل الخداديات، واستف كده الكنب بتاعي، وانا فرشه كده دفايه من وقت ما حسيت ان الجو برد. كان عندي الدفايه دي كده يا ولاد عامله زي الحرير، فلما كنت بفرشها على السرير كانت بتتحرك من على السرير كده، ما هي الثابته، مهما ثبتيها هي ما بتثبتش، هي بتتحرك. فقلت انا هقطعها نصين وهستعملها للكنب الانتريه، يعني زي حافظه او كفر.
قطعتها من النص كده، حاولت ان انا اظبط كده المسافات وانا بقصها، وخليت واحده للكنبه دي وواحده للكنبه دي. الوانهم حلوه قوي قوي قوي، لكن خامتهم عامله زي الحرير بالظبط، ما هي الثابته زي ما انتوا شايفين. اساسا هو الانتريه بتاعي محبش من جميع النواحي يعني. بصوا انا حاطه له حافظه بتاعي اسمه ايه، كفر، وبنقول عليه ايه، بنقول والله العظيم انا بقى عندي زهايمر اساسا اليومين دول. بنقول على البتاع اللي انا حطها على الانتريه دي، فكروني وياها يا ولاد في التعليقات، والله نسيت. الانتريه بتاعي اساسا عايز يتجدد، يعني القماشه بتاعته ادمت جدا، بقاله يجي حوالي 10 سنين او 12 سنه، فالقماشه بتاعته عايزه تتجدد. فانا كنت عامله له الكفر اللي هو النبيتي اللي عليه ده قريب، فعايزه اساسا اجدده. يعني انا عايزه اودي الكنبتين دولت اللي منجد يعملهم لي كده بالطريقه الحديثه بقى، والالوان الحلوه بقى التركي اللي نازله جديده دي، ان شاء الله قريب. ادعوا لي كده ربنا يكرم ونعملهم قريب. شلت الحافظه اللي انا كنت فرشاها دي، انا كنت لسه ما فرشت السجاد خالص في الشقه سيراميك. شلت الحافظه، ولادي على طول يقولوا لي يا ماما الحافظه بتتحرك على السيراميك، ووقعت كذا حد فينا. يعني انا واحده من اللي موجودين في البيت، خدت لي رزع على ظهري كده، الله المستعان. فقلت بقى ايه، هفرش تحتها سجاده خلاص. بس بعد ما ننضف كده ونروق ونمسح الارضيات بقى كده ونروق الدنيا يا ولاد، احن عليهم بقى واطلع لهم السجاد. ما هو انا غسلته وبعد كده لفيته وعطرته وكيسته وشلته على جنب. فبجد انا من يعني بقالي كذا شهر بقول لا، انا مش هفرش السجاد خالص غير لما الدنيا تشتي، مش هفرش السجاد غير لما الدنيا تشتي. فكنت فرشه الارضيه كلها حافظات، فطبعا الدنيا شتت النهارده، فخلاص بقى ما عادش عندي حجه. العيال جايين من المدرسه الدنيا شتت، يلا طلعي السجاد بقى وطلعي الفرش. قلت لهم حاضر. حتى اللبس الشتوي لسه ما طلعتوش. من زيي بقى، من زيي لسه ما طلعتش اللبس الشتوي. طبعا الجو برد جدا، فاحنا اكيد انا هطلعه النهارده ان شاء الله باذن الله يا رب. ربنا يعيني كده واشيل بقى اللبس، لاني انا مخزناه تحت السراير، فهو هيبقى موال وموال. بعد ما شلت الكنب من مكانه كنست تحته ورجعت تاني مكانه. طبعا تحته ترابه، ده غير ان انا لقيت تحته بقى رمود التلفزيون اللي بقالي شهر بدور عليه، ولقيت تحته قصافه واقلام للولاد والوان. بصوا بقى كل ما تشتهي الانفس. طبعا الحاجه تتدحرج وتنزل تحت الكنبه، والكنبه عشان تقيله انا مش بحركها من مكانها كل يوم طبعا. بس كده رجعت بقى الكرسي والكنبه كده ونكنس حواليهم. باقي الكنبه الكبيره دي برضو هحركها من مكانها. انا عاده ما بحبش احرك الاساس من مكانه، لان بحس ان هو بيتمزع وغلط اساسا ان احنا نحرك حاجه من مكانها على طول، يعني كل يوم كل يوم كل يوم لا. بس انا بحب اشيل الكنب يعني كده مره في الاسبوع، لازم اشيله واكنس تحته. كل الاتربه اللي بتكون موجوده تحت الاساس صدقوني بتعمل طاقه سلبيه في البيت. يعني لو عندك حاجه بقالك فتره ما حركتهاش من مكانها، حركيها واكنسي ونضفي تحتها. حتى ولو كان الدولاب، يعني شفتي الدولاب اللي في اوضه النوم، حركيه هتلاقي تحته بلاوي ووراه بلاوي وفوقه وسقف الدولاب من فوق. بصوا يعني التراب اساسا بيبقى موجود في كل مكان. فما دام انت بتنضفي تنضفي كده بضمير وننضف بقى ننضف. ربنا يعيننا جميعا يا رب. بصوا انا ماشيه بالقاعده دي، انا مش كل يوم بنضف الشقه كلها على بعضها كده، لا انا بعمل جزء جزء. يعني النهارده بدات في المطبخ، بنضف المطبخ على قد ما اقدر لحد لما اخلصه تنظيف. النهارده مثلا الاوضه دي ما اطلعش منها غير لما اكون منضفاها كويس جدا، يعني جايباها من السقف وانتي نازله لتحت. فانا مش بحب انضف الشقه كلها في يوم واحد، لان بيبقى الشغل كروته. فلا، احنا نقسم كده. النهارده مثلا اوضه النوم ندخل عليها كده ننضفها تنظيفات عميقة، نحرك التسريحة من مكانها، الكومودينو يتشال ويتنضف تحته، ملة السرير تتنضف وتتهب كده ويتكنس تحت السراير، الدولاب يتحرك ويتنضف وراه، الشباك يتمسح.
التنظيفات العميقة اللي هي تقعدي عليها شهر شهرين وهكذا. انما ندخل نكنس بالمكنسة ونطلع ونقول نظفنا، اكيد الترابة دي بتكون طاقة سلبية في المكان. خلاص. فانا بعد ما كنست بقى الاوضه كلها والصاله كده البرانيه، جيت جبت ميه وحطيت فيها حبه جنرال على حبه بريل من بتاع غسيل الاطباق، ونزلت بالميه كده في الارضيه، وبقيت افرش بالفرشه المقشه وامسك المساحه اشد بيها كده الرغاوي على الحمام. اعزكم الله، انا عندي الحمام ده موجود في الاوضه، فالميه اساسا بتنزل عليه وبقية مباشر. الشقة طبعا لما باجي امسح ارضيتها بمسحها بالشرشوبة او الموب كده علشان المية. انما انا هنا علشان عارفة ان المية بتنزل على الحمام، فبكب مية كده وبغرق الدنيا. بصراحة بحس ان المية والرغاوي والصابون دي بتغسل قلبي من جوه. ف بصوا ما اجمله الرغاوي والصابون والتنظيف فعلا يا ولاد، والله العظيم اجمل حاجة في الدنيا. والنظافة من الايمان ومن الحاجات المهمة قوي قوي في حياتنا. يعني تخيلي كده لو الشقة مش نظيفة او مش مترتبة، بتحسي ان الدنيا مقلوبة على دماغك من فوق. بتحس، بصوا انا بحس ان انا مش مرتاحة. الوضع، لا الوضع مش مريح خالص. انما لما بتبقى الشقة حلوة كده ومتروقة وكده وعلى سنجة 10 كده، بتحس ان الدنيا كلها حلوة. يعني الحمد لله يا رب. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم دمها نعمة علينا يا رب، نعمة البيت ونعمة السكن ونعمة الولاد ونعمة الصحة، اللهم امين. كل ده رزق نشكر ربنا عليه. والرزق مش مال بس، ابدا ابدا. الرزق كل حاجة حلوة في حياتنا هي رزق، كل حاجة موجودة حوالينا هي رزق. فربنا كده يرزقنا ويرزقكم ويرزق الناس جميعا يا رب بالسعادة في الدنيا والآخرة. يرزقنا براحة البال يا رب وبالرضا، وربنا يرضى علينا جميعا. عشان ربنا لو رضى علينا ما اقولكمش بقى الدنيا هتزهزه لنا. فربنا كده يرضى علينا جميعا جميعا. كل اللي بتسمعني دلوقتي ربنا يرضي عنك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى، احنا ما صليناش النهارده على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ينفع ننضف الغرفة وما ننضفش الشباك؟ لا ما ينفعش. رحت جبت الكفر بتاع الموب، طبعا الموب اتكسرت وانا اخدت الكفر بتاعها بقى. بستعمله كده في مسح الموبيليا ومسح الشبابيك ومسح الرخام. بصراحة حلو قوي، اجمل من فوطة المطبخ بكتير بمراحل. اخدته كده وقلت بقى ايه، حبه ميه من اللي هم فيهم اريال وبتاع وبريل وجنرال دولت بتوع مسح الارضيه، وقلت همسح الشباك بتاعي وامسح الحديد. بما ان مروان ابني طول اليوم مش شعبط على الحديد ده، فلازم طبعا يكون نضيف من التراب عشان ايده كده. مسكت الحديد كله نضفته، وجبت الشباك بقى من فوق لتحت خليته بيلمع بيلمع يا ولاد، عشان كده لما نفتحه يكون شكله نضيف كده ويكون شكله حلو وما يكونش عليه طبعا بقى اللي عندهم الشباك الالومنيتال بيتمسح. تحاولي ان انت تمسحي الزجاج بتاعه وتيجي على المجرى بتاعه الشباك من تحت بالمكنسه الكهربائيه، هتلاقيها سهلت معاكي التنظيف وشفط الاتربه اللي بتكون موجوده في المجرى دي. بس يعني انا جربت الشباك الالومنيتال في التنظيف، فكانت بصراحه احسن وسيله لشفط الاتربه اللي موجوده في مجرى الشباك هي المكنسه الكهربائيه. بعد ما خلصنا بقى الغرفه كلها كده تنظيف، سبت الارضيه تنشف ودخلت على الحمام، لان الميه كانت بتدخل عليه، فكان لازم ان انا اديله غسله كده عميقه هو كمان. نبدا بقى بمرايه الحوض ونديها غسله حلوه كده. المستحضر اللي انا استخدمته في تنظيف الحمام يا بنات، المستحضر ده من منتجات شركة الساحر، انا جايباه من مستحضرات التنظيف. هو مخصص لغسيل الحمام، للأحواض وللخلاطات
لقاعدة التواليت أعزكم الله والأرضية والكلام ده كله. بيشيل التجييرة اللي بتكون موجودة على السيراميك وعلى الخلاطات. بصراحة شوفوا يعني الخلاط ما شاء الله أنا غسلته بالرغم ان الاسبونشة بتاعتي ناعمة مش اللي هي الخشنة، إلا إن خلى الحوض ما شاء الله يلمع يلمع يا بنات. قلت برضو هجيب الحوض من تحت كده لحد الأرضية بتاعت الحوض من تحت. المكان ده برضو بيكون مش نظيف كده، لازم يتغسل كده عشان ايه يلمع كده وينضف. خلاص نيجي بقى على قاعدة التواليت، برضو نديها غسلة حلوة كده بالسيفون بقى كده والقاعدة من تحت. ما شاء الله اللهم بارك. وخلاص بكده خلصنا ما شاء الله يا بنات. فانا عايزاكم بقى تستفيدوا من الفيديو النهارده بايه، ان هو يكون مشجع كده ومحفز ليكم. وكل واحده فينا دلوقتي بتسمعني، كل اخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي يستفيدوا من الفيديو، ان هم يقوموا دلوقتي مش تشاهدي كده والسلام، لا انت تقومي تتشجعي وتقومي تدخلي يلا اوضه الريسبشن بتاعتك تنضفيها، وتدخلي على التواليت كمان تنضفيه وتديله غسله عميقه كده يعني بصوا انا عايزاكم تمشوا معايا سلسله التنظيفات اللي انا بنزلها اليوميه، ان شاء الله كده الدنيا تبقى حلوه. مش نحتاج بقى لمساعدات في البيت ولا نحتاج اي حاجه. طول ما احنا بنمشي على النظام اليومي اللي هو بنصحى بدري وننام بدري ونبدأ يومنا من بدري بدري. وهنا خلاص خلص الفيديو. فرشت السجادة بقى اهو، فرحت الولاد بالسجادة الحلوة، ونفرش عليها بقى الحافظة. ما ينفعش اسيب السجادة كده يعني، لازم الحافظة بصراحة بتحافظ لي على السجادة. لو الولاد كلوا شيبسي او حاجة وفتفت الاكل كلها بتاع الحافظة دي، فبشيلها وانفضها كده وارجع ارجعها من تاني. وفيلم بقى حب في الزنزانة كان شغال في الوقت ده. الصراحة انا بحب الفيلم ده جدا جدا جدا. انا اساسا مش بقعد للتلفزيون، لكن الفيلم ده لفت نظري في وقت ما كنت بنهي الفيديو معاكم. بتمنى لكم مشاهدة مفيدة في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.